يا لهوي! إيه اللي أنا شايفه ده؟ ده حرامي! إيه ده، أعمل إيه دلوقتي؟ الحقي يا ليلي، دي مش تيتة، ده طلع حرامي. كويس يا حبايبي إن انتوا جهزتوا بسرعة عشان ألحق أوديكم عند جدتكم قبل ميعاد الطيارة عشان ما أتأخرش أكتر من كده. يا ماما كان المفروض نروح معاكي، انتي وعدتينا في آخر سفرية إن انتي هتاخدينا معاكي السفرية الجاية، وأهي السفرية جت أهي، مش هتاخدينا معاكي ليه بقى؟ زياد عنده حق يا ماما، انتي كنتي موعدانا آخر مرة بالسفرية دي، ليه بقى المرة دي مش عايزة تاخدينا معاكي؟ المرة دي بقى بالخصوص ما تنفعش أكتر من كل مرة. أنا جالي مؤتمر مفاجئ ولازم أسافر بسرعة جدا. كل مرة كان ممكن أعمل حسابي وأعرف أخدكم معايا، لكن المرة دي بالذات مش هلحق. أنا متأخرة جدا على المؤتمر وكمان على ميعاد الطيارة، ما تعطلونيش أكتر من كده. أيوة يا ماما، بس انتي بتقولي هتودينا عند جدتنا، وجدتنا آخر كل أسبوع ما بتبقاش في البيت، بتبقى مشغولة جدا في الجمعية بتاعتها. انتي ناسية إن هي آخر كل أسبوع بتعمل حفلة هناك وبترجع منها متأخر جدا يا ماما. حبيبي ما أنا كلمتها واديتها خبر وقلت لها على موضوع السفرية المفاجأة، وهي قالت لي إن أنا أوديكم عندها البيت، وهي هتحاول تخلص بدري النهاردة وتجيلكم على هناك. بعدين بقى ممكن نبطل رغي شوية عشان ألحق أوديكم وألحق معادي، بقولكم إن أنا متأخرة. حبايبي أنا وصلتكوا أهو، ويا دوب ألحق الطيارة بتاعتي. مش عايزة شقاوة ومش عايزة أقلق عليكم، تطلعوا تغيروا وتاكلوا لقمة وتناموا، ما تحاولوش تسهروا، لو جدتكم اتأخرت ما تستنوهاش. لا لا يا ماما، ما تقلقيش خالص، شقاوة شقاوة ايه ولا أي شقاوة خالص. انتي بس سافري بالسلامة وخليكي مطمنة، ما تقلقيش علينا خالص. حبيبي يا زيزو أنا عارفة إن أنا سايبة ورايا راجل، خلي بالك من نفسك يا حبيبي وخلي بالك على أختك. يلا سلام بقى. يا سلام يا سلام على اللي مروقة دماغها وقاعدة بالتليفون. أنا مش عارف تيتا اتأخرت كده ليه، مع إني ماما قالت إن هي قالت لها هتحاول ما تتأخرش النهاردة. والصراحة بقى كده أنا مش جايلي نوم خالص، ومش هعرف أنام قبل ما أسلم عليها وألعب معاها. اسمحيلي بقى أجيب التليفون بتاعي أنا كمان، ونقعد نونس بعض شوية كده لحد تيتا ما تيجي. ماشي يا زيزو، وأنا كمان عندك حق، مش هعرف أنام إلا لما أسلم على تيتا الأول. أنا سمعت صوت تحت، تيتا كده شكلها أخيرا جت. هنزل بقى أفاجئها إن إحنا لسه صاحيين ومستنيينها. أنا عارف هي مش هترضى تطلع وتقول بقى إن إحنا نمنا، مش هتبقى حابة تزعجنا وكده. يا لهوي! إيه اللي أنا شايفه ده؟ ده حرامي! إيه ده، أعمل إيه دلوقتي؟ الحقي يا ليلي، دي مش تيتا، ده طلع حرامي. أيوة أنا شفته وهو بيحاول يدخل من الباب. هنعمل إيه دلوقتي؟ انت بتقول ايه؟ حرامي ايه؟ انا خايفة قوي، احسن يأذينا. طب هنعمل ايه؟ نتصل بالشرطة؟ بس هيبقى قدامهم وقت على ما يجوا، وحتى تيتا لو كلمناها الجمعية بتاعتها بعيدة عن البيت قوي، واحنا مش عارفين هي فين دلوقتي. يا لهوي يا لهوي، انا خايفة قوي يا زياد. بس اسكتي يا ليلي، وطي صوتك لا يسمعنا. هي مش ماما قالت لك ان هي سايبه معاكي راجل في البيت؟ اوعي تخافي. بصي، اول حاجه لازم نعملها دلوقتي ان احنا لازم نعمل نفسنا نايمين قبل ما يطلع بسرعه ويشوفنا. هو اول ما يشوفنا نايمين مش هيحاول يأذينا، مش هيخاف مننا اصلا. لكن لو شافنا صاحيين هيخاف مننا وممكن يعمل فينا اي حاجه. يلا بسرعه بسرعه اعملي نفسك نايمه. ايه ده؟ ده في اطفال في البيت نايمين؟ لا، ده أنا لازم أهرب من هنا بسرعة قبل ما يحسوا بيا. إزاي ده حصل؟ أنا عارف إن ده بيت ست كبيرة عايشة لوحدها، مفيش حد قاعد معاها. وبعدين أنا عارف إن هي آخر كل أسبوع بتيجي متأخر أو تقريبا بتيجي وش الصبح، يعني ما بيبقاش في حد في البيت. لأ مش هينفع بعد ما أدخل وأغامر وخاطر بنفسي ما أطلعش من البيت ده بحاجة. أنا هاحاول أقلب البيت كده بس على خفيف، من غير ما حد يحس بيا ومن غير ما الولاد يحسوا بيا ولا يصحوا من النوم. يلا ابتدي من تحت الأول. يلا قومي، نزل تحت. عايزين نفكر في أي حل بسرعة قبل ما يطلع تاني. بصي، انتي لازم تخشي على النت وتجيبي رقم الشرطة وتكلميهم، لأن لو كلمنا تيتا زي ما انتي قلتي، تيتا الجمعية بعيدة قوي عن البيت، ممكن تبقى لسه هناك، وعلى ما نبلغها هتقلق جدا علينا ومش هتلحق تيجي. فانتي كلمي الشرطة على ما انا هحاول اعطله. انا مش هسيبه يخرج من البيت ده واخد منه اي حاجة، او حتى ان هو يحاول يأذينا.
لأ طبعًا يا زياد، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا هابقى قلقانة عليك جدًا، ده حرامي وأنت صغير يا زيزو، ممكن يعمل فيك أي حاجة، لا، لا، أنا مش هاسيبك تخرج من الأوضة دي، إحنا لازم نستخبى بأي شكل. ليلي ما فيش وقت للكلام اللي انتي بتقوليه ده، وبعدين نستخبى ازاي؟ ما ينفعش يجي ما يلاقيناش في الأوضة، طبيعي هيدور علينا في كل المكان وممكن فعلا في الحالة دي يأذينا. لازم كل ما يجي يعدي على باب الأوضة يلمحنا نايمين عشان يفضل مطمن، وانا هستغل وجوده في أي مكان بيحاول يدور عشان يسرق، وانا بقى مش هسكت له، هتشوفي انا هعمل فيه ايه. اللص الجبان دخل يفتش في الأوضة اللي تحت، وأكيد طبعا لما مش هيلاقي فيها حاجة أول حاجة هيطلع على أوضة تيتا اللي فوق، عشان هي اللي فيها الفلوس وفيها المجوهرات. أنا كده بقى عرفت هعمل إيه وهبتدي منين، يا دوب بقى ألحق قبل ما يطلع. أيوة أكيد الأوضة دي بتاعت الست صاحبة البيت، وأكيد حاطة كل المجوهرات والفلوس هنا، بس الأوضة ضلمة قوي، أما أنور النور بقى عشان أعرف أدور براحتي. إيه اللي جرى لي ده؟ الكهربا دي، يا جسمي، لا مش معقول، إيه اللي حصل ده؟ أيوه أنا اتكهربت بجد، معقولة يكون بيتهيأ لي؟ لا، لا، لأ، إزاي أنا اتكهربت فعلًا؟ طب أما أجرب تاني كده يمكن يكون بيتهيأ لي أو في حاجة غلط، إيه ده؟ أما أجرب كده، لا، 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 لأ، يا جسمي الموضوع مش طبيعي، بقول لكم ايه، لو الفيديو عجبكم وعايزين تكملوا القصة بتاعتنا النهاردة وتعرفوا ايه اللي حصل، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان نكبر بيكم وبدعمكم ونتشجع نعمل لكم قصص تاني اكتر. ويا ريت محدش يجرب يعمل اللي احنا بنعمله ده، احنا بنعمله بس من باب الهزار، يعني محدش يقلده في الحقيقة. أحسن يستاهل، على ما يفوق بقى في أوضة تيتا بعد اللي هيجراله أكون أنا هنا ظبطت له السلالم بإزازة الصابون دي، ويوريني بقى وهو نازل الدور اللي تحت هيعرف ينزل إزاي. طبعا بقى بعد اللي هيجراله وهو نازل على السلم أول حاجة هيفكر فيها إنه يروح يفرد ظهره على الكنبة اللي هناك، وأنا طبعا لازم أوجب معاه، يعني ضيف يدخل بيتنا وما ياكلش هحط له بقى طبق الفراخ على الترابيزة، أول ما يشوفه هيتعشى بيه المسكين. يا ضهري، يا عظمي، ايه اللي حصل لي ده؟ البيت ده فيه عفاريت، انا مش قادر اقوم. انا كنت لسه متكهرب وضهري متكسر فوق وجيت دلوقتي اتكسر من السلم، انا ما بقاش فيا عظم، البيت ده فيه عفاريت بيحرسوا، مش هينفع كده انا اروح افرد جسمي على الكنبه. ايه ده؟ فراخ؟ انا جعان، طب اطلع من البيت ده باي حاجه حتى لو اكل ولا اتعشى، مش عارف اسرق منه حاجه اكل. تعالي يا فراخ يا جميله انت يا مقرمشه شكلك يفتح النفس، هاخد منك حته واهرب من البيت ده عشان انا فعلا مش عارف اخد منه حاجه، اكتر من كده هموت في البيت ده. ايوه بقى يا واد يا زيزو، ايوه بقى ياس عليا. إيه يا زياد، هو في حد بيبقى فرحان كده وفي بيته في حرامي؟ احكي لي كل حاجه وهقول لك انا فرحان ليه، بس قولي لي الاول انت عملتي ايه، جبتي الرقم واتصلتي بالشرطه ولا لسه؟ أيوه، أيوه، عملت زي ما أنت قُلت لي، جِبت الرقم من على النت وكلمتهم وهُم جايين في الطريق، بس أنا خايفة يتأخروا أو هو يهرب قبل ما هُم ييجوا ويكون سرق اللي هو عايزه، أو حتى يطلع يلاقينا صاحيين ويأذينا. لا، لا، لأ، مش عايزِك تقلقي خالص ولا أي حاجة من الكلام ده كله هتحصل، الحرامي قاعد دلوقتي مش فاضي، عمال ياكل في الفراخ اللي أنا عملتها له، مليتها له دوا إيه، إمساك وغِرَا وحاجات كتيرة أوي، مش هيطلع من الحمام النهارده، هيفضل موجود في الحمام لحد الشرطة ما تيجي، حرامي طفس. ده بطني وجعاني أوي، لأ في حاجة غريبة في البيت ده، حتى الفراخ بتاعتهم فيها عفاريت، أنا مش قادر بطني وجعاني أوي، أنا لازم أهرب من البيت ده بسرعة، لا، 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 لأ أنا هاخرج برّه، أنا ماشي مش هاسرق منه أي حاجة، لأ مش قادر أمشي، أنا عايز أعمل حمام تاني، أنا كل ما باخرج باجي الحمام ليه؟ لأ المرة دي آخر مرة، آخر مرة إيه مش قادر. إحنا جالنا بلاغ إن في لص هنا بيحاول يسرق البيت، ممكن أعرف فين اللص ده؟ أيوه حضرتك أنا اللي اتصلت عليك، فعلًا الحرامي موجود هنا في البيت، بس هو فوق في الحمام، أصل هو أكل فراخ وجعت بطنه فقعد يدخل الحمام كل شوية وما خرجش من ساعتها. أنا قمت بالواجب حضرتك، عملت كل اللي أقدر عليه واضطريت أعمل الحيلة دي عشان أعطله على ما انتوا تيجوا. عامة حضرتك هو لسه موجود في الحمام فوق، يعني تقدر تطلع تقبض عليه. افتح الباب واطلع رافع ايديك وسلم نفسك بدل ما اكسر الباب واخدك بالقوة، يلا سلم نفسك بسرعة.
يا لهوي على اليوم اللي مش فايت ده كان يوم باين من أوله الشرطة جاتلي لحد هنا كمان إلا حتى معرفت أسرق حاجة من البيت المسكون ده تكونش الفراخ اللي بلغت عليا. سلم نفسك يا لص يا وغد، انت فاكر نفسك لما تقعد في الحمام مش هعرف اقبض عليك وكمان بكل بجاحة بتستخدم الحمام بتاعهم ولا كأنك خايف ولا كأنك داخل تسرق كأنك صاحب بيت. يلا قدامي يا مجرم قدامي. ربنا يخليك ليا يا زيزو، انا مش عارفه اشكرك ازاي على الموقف الشجاع اللي انت قمت بيه النهارده. انا معاك كنت حاسه ان انا مطمنه وكنت حاسه بالامان زي ما قالت ماما، فعلا انا معايا راجل. ويخليكي ليا يا ليلي يا حبيبتي، انا عملت اللي كان لازم يتعمل، ما كانش ينفع استسلم واسيب الحرامي ياخد كده من البيت اللي هو عايزه او حتى كان ممكن يأذينا. كان لازم احاول افكر وادافع على المكان على قد ما اقدر وما استسلمش. وبعدين مش عايزك تخافي بعد كده ابدا طول ما انا جنبك. ايه ده؟ في ايه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ الباب مفتوح ليه؟ وانتوا واقفين تحت ليه وصاحيين ليه للوقت ده؟ ايه اللي جرى؟ في ايه؟ طمنوني، ايه اللي حصل؟ يا لهوي، ايه ده؟ ايه الحرامي ده؟ وايه ضابط الشرطة ده؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ ايه اللي جرى؟ قولي ايه اللي جرى في البيت وانا مش موجودة؟ وحضرتك جيت هنا ازاي؟ ومين بلغك؟ وازاي مسكته؟ انا مش فاهمة حاجة. الحرامي ده يا مدام استغل فرصة عدم وجودك في المنزل وجه عشان يسرقوا والأولاد كانوا في البيت لوحديهم، بس هم حاولوا يعطلوه على قد ما يقدروا لحد ما أنا جيت وقبضت عليه. يلا قدامي يا لص يا جبان. حبايبي، انا فرحانة قوي باللي انتوا عملتوه ده. وانت يا زياد ولد ذكي جدا وشجاع قوي، فعلا لازم كلنا نبقى مطمنين على نفسنا وانت معانا.